تعالوا نعمل كحك العيد بالطريقة أو على البارد بالطريقة بتاعتي اللي عمري ما غيرها أبدا. الرسمة تفضل موجودة فيها، ولا بينفش ولا بيسيح ولا بينيح ولا أي حاجة، بيبقى دايب دوب والرسمة ماسكة نفسها كده، وبتبقى مرسومة رسمة ولا أعظم من المحلات. هقولك على مقاديري كلها كاملة، بس ما تنسيش تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعة على صفحتي مطبخ ملك، وصلوا على الحبيب المصطفى. أول حاجة 550 جرام من الزبدة أو السمنة، هي سمنة مش زبدة، سمنة بلدي، سمنة بقري، على جاموسي، أي نوع سمنة أنت بتحبيها. واحط عليها معلقتين كبار هرميين من السكر البودر، واضربهم في العجين. اول ما اضرب الدقيق بتاعي يكون استخراج 72، متعدد بقى الاستخدام بتاع الكحك والبسكويت غالي، خلينا في ابو 20. ماشي، هحط على كيلو الدقيق 3 معالق من السمسم، رشة من الملح سنة على الرسول عليه الصلاة والسلام، بالمعلقة الصغيرة كده، نص معلقة بطرف المعلقة الصغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بطرف المعلقة خميرة فورية، وهحط معلقة لبن بودرة. لبن بودرة ممكن تستغني عنها، بس أنا بحطها لأني ما بحطش لبن أو حليب في العجن. بصي لما يبقى كريمي كده زي الكريم شانتيه اللي سمنة مع السكر ويفتح لونها، تبتدي ان انت تنزلي الدقيق وكل اللي انت حطاه ده مع بعضه في العجان، هتبتدي تعجني. طب يا ام ملك انا ما عنديش عجان، بالمضرب يا حبيبتي الكهربائي تعملي، بس تريحي شويه وتضربي شويه لحد لما تقعدي تضربي في الخليط كده، لحد لما يبقى عامل زي الكريم شانتيه. في الاول هيبقى مفرول ويبقى عامل زي الرمل المبلول، وبعد كده هيبقى ناعم جدا جدا، بصوا زي الكريم شانتيه بالظبط. هنا انا محضره كوبايه ميه دافيه، ممكن ان انت هي هنستخدم كوبايه الا ربع، بس انا مجهزه معايا كوبايه من ميه دافيه. تمام. اول ما تبقى عامله زي الكريم شانتيه كده، هو تلاقي العجينه كده كريم سايحه ونايحه، انزلي بالميه، هنزلي بكوبايه الا ربع، نزلي الجوانب عشان الجوانب تبقى على الاطراف، ما تطولهاش الميه. وبعد كده ابتدي بقى ايه، اضربيها لفه. اول لما تفك من العجان كده وتمسح العجان وتخليه نضيف، يبقى كده وقفي. بصي هنا فكت من العجان وخليتها نضيفة، ما فيش أي حتت في العجان. تعملي التيست بتاعك، تاخدي حتة كده وتسخنيها في ايديكي كده، وتروحي اعمليها بالبصامة، لقيتيها مشققة يبقى انت هتحتاجي انك تحطي باقي كوباية المية او معلقتين معلقتين. لقيتيها طرية وحلوة خلاص. بصي هنا انا لقيتها مشققة سيكة، حطيت معلقتين، ما حطيتش الربع الكوباية الباقي، معلقتين، لفة لفة واحدة كده، المهم انها تسيب العجان. امسكيها براحة ايدك، وابتدي ان انت ايه، سخنيها، لازم تسخنيها عشان احنا الجو ساقع والسمنه بتجمد. اول ما تلاقيها لمت معاكي وبقت كويسه ما بتشققش، تمام. اوعي بعد كده تزودي ميه. بصوا هنا بقى ايه، من الربع الكوبايه فاضل شويه، كان ممكن ان انا احطهم، لا، كل ما هتزودي سوائل كل ما هتنشف معاكي العجينه. غطيها بكيس بلاستيك وابتدي بقى ايه اعملي. طبعا الملبن عملته بمعلقه سمنه، وحطيت معلقتين من السمسم، وكوريها بقى حجم صغنن. هنا هوت لو انت هتحشيها تبقى العجينه 20 في الجرام، والعجوه او الملبن 5 جرام كده. ونقش، انا بحب النقش، بيديكي صبر كده، وبيديكي بقى حاجات حلوه قوي قوي. ممكن تعملي بالبصامه لو انت ست بقى إيه عايزه ايه، يلا يلا يلا. بس انا بعمل بقى ايه اللي هو ساده، عشان عيالي بيحبوا الساده، بعمله بالايه، بال بالبصامه، عشان ابقى بفرق ما بينهم. واللي انا هحشيه بالملبن او هحشيه بمكسرات او هحشيه بالعجوه، اعمله منقوش عشان ابقى عارفه الفرق. وابدعي بقى، ابدعي وطلعي الفنانه اللي جواكي. بصي حاجه كده اللهم بارك، بتطلع الرسمه منقوشه زي ما دخلت الحجم زي ما هيخرج، ولا هدهن الصاج ماده دهنيه ولا اي حاجه. هو كده بحط العجين، ومفيش مادة دهنية، وما بخمرش. اول ما بخلص الصاج بسخن الفرن واروح حطاه جوه الفرن. عايزه اقولك ان انتي الرسمه بتفضل رسمه فيها او تبقى ثابته فيها، ما بتتغيرش شكلها. ليه؟ حطينا الخميره والبيكنج باودر قليلين، ما زودناش فيها. كل ما هتبالغي في الخميره وتبالغي في البيكنج باودر هيضيع لك الرسمه. انما لما تحطي نص معلقه صغيره بطرف المعلقه، او نص معلقه صغيره بيكنج باودر وخميره فوريه، وما بتخمريش، هتلاقي زي ما دخلتي الفرن زي ما خرجتي. الفرن يكون على درجة حرارة 180 لو هو سادة، لو هو محشي على درجة حرارة 200 ويبقى سخن زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، طالع زي ما دخل زي ما خرج، ولا لزق في بعضه، والتسوية جميلة جميلة جميلة. مش محتاج بقى
تفتحي شواية ولا أي حاجة، سخونية الفرن بتعمل. لو انت حسيتي ان هو استوى من تحت ولسه من فوق ما خدش وش، ممكن لا اما تهدي النار لا اما تفتحي الشواية هم 3 4 دقايق. بصي الرسمة ولا راحت ولا ساحت ولا اتغير شكلها ولا نفشت ولا فرشت ولا أي شيء، زي ما أنا رصاهم على الصاج زي ما طالع الصاج. اللهم بارك. بصي طريقتي ومعتمدة بعملها من سنين، خش على صفحتي طول السنين وهتلاقي طريقتي دي ما بغيرهاش. تمام. هشيله زي ما ملك أو أحفظه زي ما ملك. هتجيبي أي علبة عندك، حطي فيها كيس بلاستيك، وابتدي اياكي تحطي في ورق زبده، اياكي ورق الزبده هيشرب كل السمن اللي فيه. واقفلي عليه كيس البلاستيك والعلبه، هيقعد معاكي فتره. طبعا احنا لو عجناه بلبن، اللبن هيقعد بعد فتره هيعمل عفونه. لو انت عامله كميه، فانت لو انت عامله كميه قليله اعملي بحليب، لو انت عامله كميه كبيره يبقى بميه. بص عايزه اقول لك حاجه كده فاخر من الاخر، انت لو رحتي تشتري كيلو الكحك من بره هيعدي ال 300 جنيه، فانت لو عملتيه في البيت مش هيكلفك يعني حاجات بسيطة، يعني 200 جنيه ولا حاجة بس. هيرمي كيلو كحك أو كيلو دقيق بيرمي معاكي حوالي من كيلو ونص ل2 كيلو، من كيلو ونص ل2 كيلو كحك صافي. حاجة كده اللهم بارك. بص عايزة أقول لك طري وناعم ودايب دوب كمان، حاجة كده يعني. اللهم صل على النبي. لو وصلك بقى لحد هنا او وصلت لحد هنا بتتفرجي على الفيديو، اوعي تبخلي على اختك ام ملك وتعب اختك ام ملك بلايك وكومنت كده حلو زيكم. ويا رب اللي تحطي لايك ربنا ينولها لاجرها وتصلي في الروضه الشريفه ان شاء الله.